بسم الله. نبدأ يا جماعة الموديول الثالث، وهنتكلم النهاردة على أخيرا خلاص تعرف السيلز كول ستيبس أو إيه هي الخطوات اللي أنت لازم تتبعها علشان تعمل سيلز كول مرتبة بشكل بروفيشنال، بشكل يقدر إن شاء الله إن هو يحقق لك أول بريسكريبشن من الدكتور، وتبدأ إن شاء الله تحس إن أنت بتحصل على جين وإن الزيارة بتاعتك افكتيف مع الدكتور. خلينا بس قبل ما نبدأ الجزء ده تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بتستخدم اقلام؟ اه. طيب ممكن اوصل لك معلومه على الاقلام؟ لا شكرا، الله كده يسلمك. كده معلومه مجانيه، مش لازم تشتري. تحب تسمع؟ 43 ثانيه مش طول عليك. اتفضل. ميرسي جدا ليك، اتفضل. اتفضل. ده قلم جل بمثابه 3 اقلام جاف لانه ما بيطفحش، الملمس بتاعه ناعم من الخارج شموع عشان ما يعرقش ايدك، السن بتاعه 0.1 عشان يكون سلس معاك في الكتابه وما يقطعش الورق. غير كده في من داخل القلم جل، والجل ده بيمنع القلم انه يسرب او يسيل، يعني لو حطيته في جيبك او في شنطتك مش هيضرب منك. الانبوبه بتاعته 12 مللي، ممكن تغيرها من المكتبه بعد ما بيخلص، يعني مش بترمي القلم عشان الماتيريال. القلم ده بينزل بره في المكتبه حد ادنى ليه 40 جنيه، يبقى الاثنين بكام؟ 80. الاوفر بتاعي بقى منزلهم لك ب 100. ال 20 جنيه زياده اللي انا خدتها من حضرتك بتاخد الثلاث هدايا، وعشان يكون عرض وفيل ليك فبتاخد الرابع هدايا، وده بيكون رصاص ما بيخلصش لما لا نهايه وفي استيكه جوه القلم. عشان يكون العرض مميز ليك فبتاخد الخامس وده بيكون سحري، ممكن تكتب بيه زي كده حلو. وتمسح الكتابه تاني عن طريق الاستيكه بتاعت القلم اللي هي في الاخر، يا اما عن طريق الولاعه زي كده. ولو عايز ترجع الكتابه دي تاني ايه ده؟ لو عايز ترجع الكتابه دي تاني ترجع. هديه اخيره على العرض بقى، تاخد نوت بوك. عايز تعرف الكتابه بترجع ازاي؟ يا ريت. لما تشتري لما اشتري. هقول لك انت بعد ما حنستني. خالص والله، جاست ماركتنج. العرض ده بكام؟ كده الباكج 5 اقلام والنوت بوك بنفس السعر ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ مظبوط. مين احسن ماركتنج في مصر؟ انت. ميرسي جدا ليك، شكرا. طب والله العظيم لازم اشتري كده كده. انت لو بتبيع لي حاجه يعني اكبر من كده واضخم من كده وانا ممكن هستلف عشان اشتريها. ميرسي جدا ليك، اتفضل يا عم. حطهم في القلب. بغض النظر عن هو بيقولوا جاست ماركتنج، هي جاست سيلز، بس هو الولد ما شاء الله عليه موهوب جدا. يمكن الفيديو ده في منكم ناس شافته او وقع قدامه على السوشيال ميديا، تيك توك، انستجرام، وشفناه وكنا مبهورين بيه قد ايه الولد بصراحه موهوب، وهو في الحقيقه فعلا موهوب. خدت بالك في وسط السيلز كول اللي هو بيعملها، احنا اتفقنا ان السيلز كول حاجه تطبق على كل الاندستري، بتختلف بس الترمينولوجي، الطريقه، السيكونس وهكذا. خدت بالك لما بيقول له دول بس 43 ثانيه، فهو عمل asking for permission عشان يقف يتكلم ويعرض الحاجه اللي موجوده معاه. خدت بالك من ان هو عمال يعرض الفيتشرز الموجوده في المنتج اللي موجود معاه اللي هو القلم، وقد ايه ده يتعكس في صوره بنفيت او فاليو يقدر الراجل ده يلمسها. زي القلم بتاعنا دوت معمول من الشموع او الجلد علشان ما يعرقش ايدك، القلم بتاعنا ده السن بتاعه مش عارفه ماله عشان ما يقطعش الورقه، القلم دوت الانبوبه بتاعته تقدر انت تبدلها او تعمل لها ريفيل من اكتر من مكتبه وهكذا. خدت بالك الاكسبريشن بتاعت الراجل نفسه، ايفن حتى هو بيساله بيقول له هل انت مهتم بالاقلام، هل انت مش عارفه ايه، بيحاول يخلق، بيعملوا بروبنج ويخلق ما بينه وبينه دايلوج او ديسكشن عشان يبقى فيه مناقشه، لحد ما الراجل الرياكشن بتاع وشه اختلف وابتسم وبدا يقول انت لو بتبيع لي اي حاجه انا هشتريها. بغض النظر ان الفيديو ده سكريبتد مش سكريبتد، في ناس بتقول والله الفيديو ده مش عارفه متفقين عليه قبل كده، ايا كان لا تنكر مدى موهبه الراجل، ولا تنكر على قد ما هو بيبيع حاجه بسيطه متمثله في القلم، ولكن الراجل بيقدم لك سكسسفول فلاش كول او سكسسفول سيلز كول. تعالوا بقى نعرف ايه اللي انا عمال اقوله ده، asking for permission، وان هو بيعمل opening، وان هو بيعكس فيتشر في بنفيت، وان هو بيقفل في الاخر. يعني برضو خدتوا بالكم من ازاي قفل الكول بتاعته وعمل كلوزنج او عمل كوميتمنت مع الراجل عشان هو طلع الفلوس من جيبه ودفع واشترى منه القلم. تعالوا نشوف بقى بيتم ازاي الموضوع ده. السكسسفول سيلز كول بتتكون من 7 خطوات أساسية. تبدأ معانا بمرحلة البري كول أناليسيز، وهي واحدة من المراحل الأساسية اللي أنا بعتبرها هي حجر الأساس لأي سيلز كول. ببساطة، هل أنت عمرك شفت مهندس بنى عمارة وما حطش لها أساس أو لها عمدان؟ أكيد لا. فالبري كول أناليسيز أنت لازم تبقى عامل اوبجيكتيف وحاطط اوبجيكتيف وعامل اناليسيز للكول القديمه بتاعتك او السيتويشن بتاع الدكتور والفارماسي فيدباك والار اكس هابت وكل التفاصيل اللي هنتكلم عليها قدام، اللي على اساسها انا عارف هطلع اتكلم مع دكتور فلان في ايه، وطالب من الزياره النهارده ايه عشان احصل عليه، وهحصل عليه امتى وازاي. فده عشان تقدر تعمله محتاج تعمل البري كول اناليسيز. ثم بتبدا تخش العياده وتخش الكلينيك مع الدكتور عشان تعمل الاوبننج اللي بيتكون من 3 different steps وهنتكلم عليهم، سواء كان positioning او purpose او permission. ثم بتعرض مع الدكتور البيشنت بروفايل، تعمل فريمنج للبيشنت بروفايل، ترسم له شكل العيان اللي هو بيقابله اون ديلي بيزس. تبدا بقى تتكلم عن الاعراض
والشكاوي اللي ممكن يقابلها من العيان، وازاي يقدر يمانج الاعراض دي بالمنتج بتاعك. ثم عشان تخلق دايالوج مع الدكتور او تخلق معاه ديسكشن، تبقى زي بقى ايه، الناس اللي بتحب تلعب بينج بونج، عارف لما الجيم يسخن كده، انا بشوف السكسسفul كول هي جيم بينج بونج سخن، الاثنين بروفيشنال، الاثنين سرعه جدا، ده يدي بينج ده يدي لي بونج، فتلاقي الدنيا ايه رايحه جايه، فتلاقي ان في فروتفul ديسكشن، الاثنين مبسوطين، الاثنين في انجيجمنت، انت قادر تطلع نيد من الدكتور وتعرف هو محتاج ايه، فتعرف تديله الفيتشرز اللي تخدم الفاليو اللي هو محتاجها. فهي دي فكره البروبنج. خلي بالك عشان في ناس بتعمله غلط، البروبنج لما اتعمل غلط بيؤدي الى كوارث، ممكن تلاقي الدكتور يبقى يعني محتقن وجيت ايريتنت من الكلام اللي انت بتقوله، او ان هو حاسس ان انت دخلته لجنه شفوي او لجنه اختبار، فيبدا ان هو متضايق انك بتساله. هنتعلم مع بعض ازاي نعمله. السبورتنج والساتسفاينج زي ما اتكلمنا، ان انت وانس عرفت النيد بتاعت الدكتور، وانس ان انت عملت معاه بروبنج او اسكينج، بتبدا انت بقى تساتسفاي النيد دي عن طريق انك تعرض الفيتشرز والبنفيتس الموجوده في المنتج بتاعك. وهنا هيبقى في اكسرسايز مهم، احنا اوريدي قلنا في الموديولز اللي فاتت ايه الفرق بين الفيتشرز والبنفيت وتعرفهم ازاي، فان شاء الله في اكسرسايز قريب. اخيرا هتلاقي بقى ان انت لو في اي اوبجكشن او الدكتور اعترض عليك في اي حاجه، ازاي تهندل الاوبجكشن ده، وايه انواع الاوبجكشن، وكل نوع تتعامل معاه ازاي. واخيرا وليس اخرا الكلوزنج او قفله الكول، عشان تضمن ان انت وانس انك طلعت الدكتور فعلا هيجرب المنتج بتاعك ده على اول حاله هو هيقابلها. يلا خلينا نبدا مع بعض البري كول اناليسيز. قبل ما ادخل الزياره، يعني ناس كتير جدا جدا بتبقى مستعجله، اوبا الحق ده دكتور بياخد الزياره وهو نازل دلوقتي على فاضل له 5 دقايق ويمشي، تطلع تجري حضرتك وتاخد الزياره وهمك على الزياره، وانت لا واخد فارماسي فيدباك، ولا انت عارف الدكتور ده بيكتب ولا بيكتبش، ولا الار اكس هابت بتاعه ايه، وتقولها بنزل اخد الفيدباك بعد ما ازور الدكتور. يا فرحتي، انت هنا من الاخر نازل تعمل كفرج وخلاص بلا هدف. هل الزياره دي زياره ناجحه؟ هل الزياره دي هتكتب بعدها او الدكتور هيكتب بعدها؟ هل الزياره دي انا عارف بعدها ادرايف سيلز معينه او يونتس معينه؟ قطعا و100% لا. انت طلعت اداء واجب، طلعت عشان خاطر الريبورت تقول ان انت زرت، لكن ما طلعتش عشان فعلا تخلي الدكتور يكتب. فلو ما خدتش الفارماسي فيدباك، الزياره فوق ملهاش لازمه. طيب انا محتاج اعمل ايه قبل ما ادخل الزياره عند الدكتور؟ فيرست اوف اول، احنا كنا عملنا قبل كده كذا فيديو هتلاقيهم على البلاي ليست الخاصه بالميديكال ريب، اتكلمنا فيها على انت ازاي تعمل اصلا او تطلع الرايت كاستمر عشان تعرف تقول له الرايت مسج. وعشان تطلع الرايت كاستمر انت محتاج تعمل ليست مظبوطه، عشان تعمل ليست مظبوطه لازم يكون في خطوتين اساسيتين تكون عملتهم، متمثله في البروسبكشن والسيجمنتيشن. فكنا اتكلمنا عليهم في فيديوهات قبل كده، ممكن ترجع لها تتفرج عليها عشان تبني لستة مظبوطه. محتاج بقى تحدد هل حضرتك دي اول زياره للدكتور فهتكون كولد كول، ولا دي تاني زياره، ولا دي زياره فلاش كول بنسميها. ايه هي الفلاش كول؟ الدكتور دخل 10 ريبس مع بعض، فمش هقف بقى اتكلم واسك فور بيرميشن واحكي مع الدكتور في بيشنت بروفايل ولينك بيه بيشنت بروفايل تاني او برودكت تاني. لا، انا هنا محتاج اقول كلمتين بسرعه للدكتور. طب هنقي انهي كلمتين؟ طب هقولهم ازاي؟ فانا كل الكلام ده بعمل اناليسز قبل ما ادخل العياده اكوردنج على السيتويشن اللي انا فيه دلوقتي. طيب حاجه ثانيه مهمه جدا، يبقى احنا اتكلمنا على فكره ان انت تشوف دي هل هي فيرست كول ولا سبورتنج كول. السبورتنج كول هي الزياره الثانيه او الثالثه او الرابعه. البروسبكشن، هل انت بختار الرايت كاستمر؟ هل دي الرايت مسج اللي انت حددتها؟ انا عارف ان انا هطلع اتكلم مع دكتور احمد في ايه. هل ده رايت فريكونسي؟ انا بزوره بشكل الراجل ده من اسبوعين فاكرني ولا مش فاكرني، ولا من شهر فهو مش فاكر حاجه فمحتاج ارجع اعيد معاه من الاول، وهكذا. زي برضه ما قلنا الفلاش كول، ولا دي 5 مينت كول، ولا ده ميتنج ممكن تقعد مع راجل 10 دقائق ربع ساعه عشان انت قاعد معاه مثلا في كافيه او في مطعم او في اوتيل وات ايفر. نيجي بقى للستيب المهمه جدا 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 اللي انا منها اعرف الار اكس هابت، الا وهي الفارماسي فيدباك. مهم جدا حضرتك تدخل الصيدليه اللي جنب الدكتور، ودخولك واخدينك للفيدباك من الصيدليه بيبقى يعني ايه، خلينا نتكلم فيه شويه في شويه تفاصيل مهمه. محتاج تاخد حاجه اسمها كومبريهنسيف فيدباك. يعني ايه كومبريهنسيف فيدباك؟ فيدباك كامل شافي ووافي، تعرف فيه الدكتور ده بيكتب المنتج بتاعك ولا ما بيكتبوش، بيكتب الكمبيوتر ولا ما بيكتبوش، بيكتب كل واحد فيكم بريت قد ايه. صيدليات كتير جدا السيستم بتاعها دلوقتي حديث، يقدر يقول لك بيطلع بمعدل قد ايه في الشهر.
لو مش هيقدر يديك المعلومه دي فانت محتاج تخليه يديك رينج. الراجل ده لو هو بيطلب اعرف منه بتطلب قد ايه. طب لو مش هو اللي بيطلب اعرف مين اللي بيطلب وروح له. طيب مش عارف توصل للمعلومه دي يبقى خد الفيدباك في اوقات مختلفه. وهقول لك مثال حصل معانا شخصيا. كنت شغال على تركيز معين من دواء معين عندنا في الشركه. انا معايا بس التركيز ده على سبيل المثال التركيز الخمسه، والتركيز ال10 وال20 مش معايا او احنا اوف بروموشن مش مهتمين بيه. وبدخل اقول للراجل الصيدلي بقول له المنتج الفلاني شغال. لقيته يقول لي شغال جد، ده بيكتبه على طول، ده مفيش غيره. انا بقى بفرح وبتبسط واخد اطلع فوق للدكتور اقول له شكرا يا دكتور على السبورت والكلمتين اللي احنا حافظينهم. طبعا ده كل ده كلام هجص وملوش اي 30 لازمه. لحد ما جيت في مره انا بدور على الصيدليه دي في يوت البيع مش لاقيها. الله، امال الراجل الصيدلي ده بيكذب عليا او بيحور؟ واذ بي تاني مره بروح اقول له طب ممكن تقول لي عندك منه كام علبه؟ فلقيت بيقول لي عندي 100. الله، 100؟ طب انت بتطلع انهي تركيز؟ انا سالت السؤال عفوي فاتفاجئت بيقول لي ايه ده، هو في منه تركيزات؟ قلت له اصلا. قال لي اه انا اعرف ان هو تركيز 20. قلت له لا، ده بينزل منه اكتر من 5 ديفرنت كونسنتريشن وانا اللي يهمني منهم التركيز الفلاني. وانا بديك بس مثال مش هعرف اقول لك اسم الدواء فور ديسكليمر، ولكن ده والله صدقا يعني هو ده اللي حصل بالظبط. فاذ بالراجل يعني يتصدم ان في تركيز جديد اصلا هو اللي موجود معانا، وبيقول لا ده الدكتور بيكتب لك الاولد كونسنتريشن دي من زمان وما بيكتبش غيرها للامانه. يبقى انا كده بالنسبه للدكتور ده ايه؟ ما بيكتبش اصلا. يبقى انا كده عمال اقول للدكتور الدواء اكس الدواء اكس الدواء اكس، وهو اصلا فاهمه وفاكره ان هو التركيز الاولاني بس اللي هو نزل من 20 30 سنه، وناسي ان في تركيزات جديده نزلت او في استخدامات جديده اللي انا عمال اتكلم فيها معاه واشرحها له كل مره. وطبعا دي كلها كانت زيارات بلا هدف. فالفارماسي فيدباك مهم. برضو انت لو بتاخد ادويه، الادويه دي لها علاقه بادويه تانية، فحاول تفهم الار اكس هابت. يعني الدكتور بيكتب الدواء ده معاه مثلا دواء تاني ولا لا. طب هتيجي تقول لي انا هاخد الفيدباك ده امتى وازاي وفين؟ انا بخش الصيدليات بتبقى زحمه جدا. خليك ذكي، ما تروحش الصيدليه في وقت فيه زحمه جدا وتصمم وتصر لا معلش انا عايز اخد الفيدباك وانا اولى من الزبون. اكيد لا. الصيدلي بالنسبه له الكاستمر اللي واقف انت المفروض تحترمه وتقول له يا دكتور مشي العميل الاول او مشي الروشته مع حضرتك الاول واجي لحضرتك في وقت تاني. الدنيا زحمه جدا، قول له دكتور اجي لحضرتك امتى، وروح له تاخد منه فيدباك كامل وشافي وافي في وقت تاني. صدقني والله في اغلب الاوقات اللي كان بيحصل معايا بتلاقي راجل صيدلي بيهتم معاك يقول لك لا طب بص همشي العميل ده وانا بعدها هبقى منصت جدا ليك وهقوم اي حد تاني عندي في الصيدليه يتابع اي عميل يجي يخش. فالحته بتاعت الفارماس فيدباك دي مهم. مهم برضو لو الصيدليه او لو الدكتور او العياده عنده اكتر من صيدليه بيسمع فيها، اسال في اكتر من صيدليه عشان ممكن تكون الصيدليه اللي جنب الدكتور بتديك فيدباك غلط او بتديك فيدباك يقول لك والله لا ما بيكتبش، وانت حضرتك طالع تقول للدكتور ان انت ما بتكتبش وبتتكلم معاه على ان هو ما بيكتبش، فالدكتور بيحتقن ويتضايق يقول لك ازاي انا بكتب، ويطلع في الاخر الراجل بيبعت العملاء لصيدليات تانية او الناس لوحدها اصلا بتروح لصيدليات تانية. فانت مهم تشوف كل الصيدليات اللي ممكن تكون حوالين الكلينيك واسال فيهم كلهم، ويا ريت يا ريت تنوع الفيدباك بتاعك وتوقيتاته والشفتات اللي بتسال فيها. ده معناه انك عشان حضرتك تاخد كومبريهنسيف فيدباك هتبنيه من اول زياره؟ اكيد لا. محتاج يبقى معاك ورقه وقلم، محتاج يبقى معاك الايباد، محتاج معاك اي حاجه تسجل فيها نوتس وتبدا تسجل ان انت زرت الصيدليه الفلانيه، قابلت الشخص الفلاني، قال لك الفيدباك الكذا، طلع عدد علب كذا، الكمبيوتر بيطلع كذا، ايه التركيزات اللي شغاله، كل التفاصيل دي. لما تيجي تخش الصيدليه اعرف مين الشخص الكي بيرسون اللي في الصيدليه اللي بيطلب، حاول تجيب رقم تليفونه، اعرف بيكون موجود امتى، عشان لو انت بعد كده عايز توفر اوردر او عايز تظبط اي حاجه مع الصيدليه يبقى عندك سهوله واكسسبيليتي للصيدليه دي. فدي تفاصيل مهمه قوي محتاج تاخد بالك منها في الفارماسي فيدباك عشان تفهم الار اكس هابت بتاع الدكتور. عرفت الار اكس هابت وعرفت الزياره دي هتبقى 5 دقائق وتخش لوحدك ولا فلاش كول هتخش مع زمايلك، عامل انت رايت بروسبكشن وعارف الرايت كاستمر وعرفت السبيشاليتي اللي انت هتزورها، بتبدا بقى تعمل حاجه اسمها كول اوبجكتيف. انا جاي النهارده اول زياره ليا مع الدكتور فهتكلم في كذا، فهتكلم معاه في البيشنت بروفايل الفلاني. انا دايما بشوف حاجه لازم تعملها عشان يبقى الكلام كل مره مجدد ومبقاش بتقول نفس الكلام وبتكرر نفس الكلام فممكن انت تمل والدكتور يمل، ان الزياره يبقى فيها وان مسج.
1 call equal 1 message. ما تروحش تكب كل المعلومات بتاعتك مره واحده، ما تروحش تقول للدكتور الدواء بتاعنا ده بيشتغل في حالات اكس وواي وزد ومش عارفه ايه وتجيب له كله حروف. لا طبعا، انت معاك تقريبا اكتر من 5 أو 6 منتجات، فيكفي ان كل منتج بتعرض ليه بس بيشنت بروفايل واحد. شطارتك ان انت بس تبقى مركز وعامل بوست او ما هنقول عليه دلوقتي يعني البوست كول اناليسيز، ده اللي بيبقى بعد الزياره، عشان تبقى عارف انت النهارده اتكلمت مع دكتور احمد على مريض السكر اللي بيكون مثلا تايب 1، وانت عندك منتج مثلا تايب 2، يبقى الزياره الجايه هتكلم عن تايب 2. انت هتكلمه عن تايب 1 وتايب 2، هو هيتلخبط وهينسى ولا هيفتكر ده ولا هيفتكر ده، وهتديله تخمه من المعلومات في وقت واحد ووقت سريع فمش هيفتكر. فزي ما اتفقنا ال1 كول ب1 مسج. فانت بتحط اوبجيكتيف للزياره قبل ما تخش. لما بتحط الاوبجيكتيف بتاع الزياره قبل ما تخش بتبقى عارف بقى هفتح الايباد بتاعي على انهي سلايد، انهي ستادي، انهي جايد لاين، هخدم على الكول بتاعتي بانهي بروشور، ايه التولز اللي انا هستخدمها النهارده واعطيها للشركه وات ايفر كانت التولز دي ايه، وهستخدمها ازاي وامتى. فانت بتبني الكول بتاعتك قبل ما تدخل للدكتور. طب يا سيدي يا اللي مستعجل انت معانا، مبروك دخلت واتقفل عليك الباب انت والدكتور، وهتبدا تقول الكول بتاعتك. الكول بتاعتك هتبدا بايه؟ هتبدا في مرحله الاوبننج. الاوبننج بيتكون من 3 حاجات: ان انت تعمل بوزيشننج للشركه ولنفسك، ولنفسك ده بيبقى في كذا حاجه بتاثر فيه وهنتكلم عليهم. ثم تقول للدكتور انت جاي النهارده تتكلم معاه في ايه؟ هل انت النهارده تتكلم معاه مثلا في حالات اكس واي وزد، ولا انت جاي تعزمه النهارده تعمله انفيتيشن على ميتنج، ولا انفيتيشن على ساينتفك كونفرنس، ولا انت جاي النهارده تتفق معاه ان هو يكون معاك سبيكر في واحد من الايفنتات، ولا انت جاي تتفق على ايه بالظبط؟ فانت محتاج توضح له البيربوز بتاع الزياره. في نفس الوقت هل انت واخد منه بيرميشن ولا لا؟ طيب في الحته بتاعت البيرميشن دي الستبس الطبيعيه بتاعت الكول، زي ما شفنا زميلنا في الفيديو كان بيقول له هم بس 43 ثانيه. فاحنا هنا في موضوع البيرميشن ده ممكن تعمله لما تخش في زياره لوحدك مع دكتور، يعني انتوا الاثنين لوحده، فتبقى عارف الدكتور انت محتاج من وقته قد ايه. او دخلت على الدكتور مثلا في مستشفى او في اكونت اي ام، والدكتور مثلا بيكشف على حالات كتير، فانت محتاج تستقطع من وقته 5 دقائق، محتاج توضح له ده، تقول دكتور بس استاذن حضرتك في 5 دقائق نتكلم عن كذا. فيبدا الدكتور يقول لك طبعا اتفضل وتكمل كلامك. تيجي تعمل بقى البرميشن ده او تاسك البرميشن ده وانت في طابور في 20 ميديكال ريب؟ اكيد لا، هو عطيك البرميشن اصلا ان هو دخل الزياره. يعني هو الدكتور بيقول للاسيستنت بتاعته ايه؟ دخلي لي الزياره، فبيدخل مثلا 15 ميديكال ريب، 20 ميديكال ريب، فمش محتاج بقى انك تاسك فور بيرميشن. فبلاش تطبق السيلز كول بشكل سوري يعني حافظ مش فاهم، لا افهم وحلل الموقف اللي انت فيه عشان تعرف هتعمل ايه من الستبس في السيلز كول. السيلز كول دي بصراحه يا جماعه اللي يتقنها واللي يماستر ليها، عشان كده هو الموضوع ما بيجيش يعني مره واحده، وبالممارسه هي عامله زي السواقه. الراجل اللي بيسوق عربيه ده بيتحرك مش عارفه الدركسيون وبيدوس على فرامل وبنزين، وعنده جير بوكس او مثلا عنده فتيس بيتحرك بيه، وعنده مرايات بيبص عليها. في الاول بيبقى انت متنشن ومتوتر وبتطلع العربيه بتكركر بيك والتفاصيل دي كلها. مع الوقت انت بتعمل كل الكلام ده من غير ما انت تبص اصلا، لا بتبص على الجير بوكس ولا بتبص على رجليك. لكن في الاول خالص وانت بتتعلم السواقه وبتخش في عمود نور وبتخش في العربيه اللي قدامك والعربيه اللي وراك، انت تقريبا بتبص تحت رجليك على الفرامل مكانها فين، البنزين مكانه فين، بتتحسس مكان الجير بوكس، تبدا تبص تشوف هي الدي فين والار فين والار دي عباره عن ايه والتفاصيل دي. فهي نفس الفكره، بالممارسه هتقدر انت ان شاء الله تبقى بتماستر الموضوع دوت. طيب البوزيشننج احنا قلنا ان احنا محتاج اعرف نفسي واعرف شركتي. انا محتاج اول ما ادخل الدكتور اقول له انا احمد عز شركه اكس. طيب وانا بعرف اسمي بدور ريكومند جدا لو اسمك مثلا انا اسمي عشان تبقوا عارفين احمد محمد عز الدين، ما بخش اقول للدكتور اسمي احمد محمد عز الدين، هو مش هيطلع لي بطاقه. ولو قلت له احمد محمد مش هيفتكرني، هو في 100 احمد محمد داخل له. فانا محتاج اخش اقول له حاجه تكون يعني انا معروف بيها، او اسم نيك نيم كده هو يقدر ان هو يفتكره بسهوله. فاقول له مثلا اسمي احمد عز، لا احمد عز بيعلق. فلو اسمك رنان زي كده حاول تختصره، حتى الدكاتره نفسهم هتلاقي كده. زي مثلا لو لقيت دكتور اسمه احمد محمد عز الدين عمره ما هيكتب يافطته كده، هتلاقيه كاتب اسمه احمد عز. بنقابل دكاتره يقول لك ايه احمد مش عارفه الدمياطي، احمد المنياوي. هل هو اسمه المنياوي؟ هل هو اسمه الدمياطي؟ لا، ده نيك نيم هو حاطه عشان يبقى معروف بيه. فلو انت اسمك في جزء رنان يفضل انك تقوله. الدريس كود برضو مهم، انك تبقى داخل على الدكتور لابس سمارت كاجوال او بنسميها سيمي فورمال.
لكن بعض الشركات في بعض الحالات لما يكون نازل معاك مديرك او مدير مديرك او نازل اي حد من الاوفيس، محتاج تلبس بدله او تلبس يعني فولي ايه فورمال سوت. لو مش نازل معاك حد فايتس اوكي انك تنزل سيمي فورمال او سيمي كاجوال. لكن مش طبيعي قوي بقى انك تنزل لابس لي كاجوال، لابس لي جينز، لابس لي كوتشي. يعني الدكتور انت الامبريشن اللي انت سبته عنه انت شخص مش بروفيشنال، ان شركتك مش بروفيشنال، وبالتالي ده مش جود امبريشن. فطبعا ده مش صح. الوردنج اللي انت بتستخدمه، هل انت بتراعي الدكتور ده لو موجود في حته بريفرال فانت بتتكلم معاه باكسبريشن بسيطه، ولا انت بتتكلم بقى مع دكتور كي او ال فبتتكلم معاه از بروفيسور وبتتكلم معاه بمصطلحات انجلش وبتتكلم معاه بستاديز وجايد لاينز وبتقول له بقى يعني كلمات هنتكلم عنها قدام في الديتيلنج والفريمنج. يعني انت لازم وانت بتتكلم على المنتج بتاعك عشان الدكتور يقدر يلمس يعني ان المنتج بتاعك افضل، فبنحط بقى يعني مصطلحات زي ان ليه superior efficacy، الدواء ده بيعمل كذا على عكس المنتج التاني. فالمصطلحات دي بتحطها ازاي والوردنج ده بتعمله ازاي؟ التوناليتي بتاعتك، النبره اللي بتتكلم بيها، الكونفيدنس اللي بتتكلم بيه. يعني ممكن تلاقي الدكتور يقول لك دواء ده اي كلام، عارف لو انت قلت له معاك حق وبتاع شكرا عليا النعمه، لو عملت مع 100 سيلز كول ما هيقتنع. هو يا باشا رماها لك تيست، هو يا باشا اختبرك قال لك دواك اي كلام، شركتك اي كلام، وانت بقى استفدت ايوه دي شركه بين 60 في 70، دي شركه مش عارفه ايه، شكرا باظت. فالامبريشن اللي بتسيبه ده مهم، والبوزيشننج اللي انت بتعمله لنفسك ولشركتك مهم، وانك توري الدكتور قد ايه انت شخص من الدريس كود بتاعك، من الوردنج بتاعتك، من النولج والسكيلز اللي عندك، انت شخص بروفيشنال، ده مهم. طيب الاوبننج يهمني جدا ان هو يكون سيمبل شورت سبيسيفيك. احنا جايين زي ما قلنا داخل في اقل من دقيقه بعرف نفسي وشركتي وانا جاي النهارده اتكلم مع الدكتور في ايه. وزي ما قلنا لو هتكلم مع الدكتور في اسكينج للبرميشن انا محتاج اقول له التايم بتاعي بتاع الكول قد ايه. ما ينفعش اقول له دكتور 5 دقايق بس من وقتك واقعد مع الراجل نص ساعه. بقابل ريبس يخشوا مثلا الكلينيك واحنا واقفين بره مستنيين يقعدوا مع الدكتور بالنص ساعه، واراهن بيخشوا للدكتور يقولوا 5 دقايق ولا دقيقتين، او اصلا ممكن مش بيعملوا اسكينج فور بيرميشن، وتلاقي الدكتور محتقن ومتضايق وممكن يلغي بعدها الزياره، او الاسيستنت ممكن يتضايق. فبالله عليكم يا جماعه احترموا وقت بعض، واحترموا العياده وقت العياده، واحترموا وقت المرضى. كده اتكلمنا احنا مع بعض عن البري كول اناليسيز، ودخلنا العياده وعملنا الاوبننج بتاعنا مع الدكتور. خليكم جاهزين للفيديو الجاي عشان هنكمل مع بعض الستيبس بتاعه السيلز كول. شكرا ليكم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا لايك عشان هو ده اللي بيعرف الخوارزميات ان الفيديو بتاعنا كويس. ولو حابب تعمل كومنت او تسالنا او تستفسر عن اي حاجه تقدر تسيب لنا تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير.